لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده، واللي راهو يشوف الفيديو في اللي نقولها صحه فطوركم، واللي راهو يشوفها الصباح نقولها ان شاء الله الصيام مقبول وتفطروا بالصحه، وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والراحه. ان شاء الله نفوتوا هذا الشهر بكل خير وسلامه ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا البنات من هنا مع الصباح، اول حاجه درت هذيك تحليه، انا درت فلو البنات على خاطر ولادي يبغوه بزاف. درت الفلو اللي دايرته تاع ام وليد، اللي درته بالكراميل ودرته بالكاطو والكاكاو شايله انا درتها بتاع الفلو تاع الشيكولا البنات، ودرت فيه هذاك البسكوي مع الكاوكاو. المهم بديت به هو الاول البنات، درته في زعما في الفريجيدير، ورحت درت كيما شفتوا الروز فو غليته البنات، خليته يقطر بجهه باش نديره ماسيدوار وكاع مع السلطه. ورحت كيما قلت كيما شفتوا هذاك الزيتون البنات، من نشريه انا البنات، من نبغي نطيبه نديره في الماء، وندير فيه الليم، وندير فيه مغرف تاع فرينه، ونخليه بجهه هذيك الفرينه وقاع تمص كاع هذاك الملح وقاع لي في زعما في هذاك الزيتون، بلا ما تضلوا تغلوا فيه وتضلوا تبدلوا له في الماء شحال من خطره، على خاطر كيما هكا هذيك لاكولار تاعو والبنه تاعو كاع تروح هذاك الزيتون. ديروا هذه الطريقه غادي يروح منه كامل الملح، بلا ما زعما بلا ما تروح منه هذيك البنه تاع الزيتون. المهم خليتها بجهه البنات، ورحت اخذ زعما وريت لكم كي شغل باللي غادي نخدم البوراك وكاع. ورحت هنا البنات خرجت شريت صوالح، يعني من قضيت هذوك الصوالح الصباح قلت نروح نقضي صوالحي اللي كنت مازال ما شريتهمش البنات، على خاطر انا ما كنتش دايره حسابي باللي السبت زعما يجي رمضان، كان باقي لي صوالح بزاف مازال ما شريتهمش، كيما اللحم وكاع هذوك الصوالح كنت مازال كاع ما شريتهمش. سما حتى الصباح من كملتها بديت بهذوك الصوالح قلعتهم بجهه، ورحت شريت صوالح اللي كانوا خاصيني. مي ما شريتش اللحم هذاك الفيونداشي وكاع، على خاطر ما لقيت الغاشي بزاف وما درتش نوقف. سما جبت غير البولياشي اللي غادي نخدم به البوراك وخلاص. هنا كيما راكم تشوفوا الحاجه اللي بديت بها من جيت خملت الصوالح اللي شريتهم كاع، وجيت هنايا باين نخدم البوراك البنات. هنايا في البوراك كيما راكم تشوفوا هذه الاشوار نفعتني تاع الصح، ما نضر لي لا نقطع لا والو. طحنت فيها يعني قطعت فيها البصل، يعني هذيك غير نص حبه كبيره خدمت بها، غادي نخدم بها طاجين تاع الزيتون، وغادي نخدم بها البوراك. كيما راكم تشوفوا هنا درت فيه مقله، درت شويه زيت ودرت شويه زبده البنات، غادي ندوبهم مليح، وغادي ندير هذاك البصل يعني غير النص تاع النص الحبه اللي قطعتها، غادي نديرها هنا كيما راكم تشوفون، نقليها مليح مليح مع هذا الزيت والزبده البنات. الزبده من ديروها البنات غادي تخلي لكم اللحم شويه طري، ما غاديش تيبسها لكم، على هذه من تضيفوا شويه زبده يبقى اللحم تاعكم تجي فيه بنه شابه وفي نفس الوقت يقعد طري، فهمتوني؟ المهم هنايا البنات اللي ما دارش الفيونداشي ودار اللحم تاع الدجاج هذا المطحون البنات، كيما نعرفوه ما يجيش ديفوا البوراك ما يجيش بنين به، وثاني يجي كلي يجيهم يابس. هنا البنات الدجاج باش ما يجيكمش يابس خدموه بالبيشاميل. انا غادي نقليه كيما راكم تشوفوا، غادي نقليه مليح مع البصل وكاع من يطيب لي.
غادي نزيد له البيشاميل البنات. غادي تشوفوني كيفاش غادي نخدمه. شوفوا يجي فيه واحد البنه البنات ويقعد طري، يعني طيبوه وتقلوه ولا ديروه في الكوشه ولا حاجه، يقعد لكم طري كيما الفيونداشي ويجي شباب بزاف البنات. هنا البنات من تقعدوا تقلوا في الدجاج هذا البنات، ما تنقصولوش للنار حتى يطلق هذاك الماء، على خاطر من بعد من يطلق هذاك الماء وتزيدوا تقلوا طيبوه مليح حتى ينشف كاع منه هذاك الماء، من بعد غادي يبس لكم هذا الدجاج وما غاديش يجيكم شباب البنات. من الاحسن من نهار الاول زيدوا له كاع النار وقعدوا تحركوا فيه تحلوا فيه، على خاطر هو من بعد من يبدا يطيب يبدا هكا يتزير كيما نقولوا حنا، يعني يتكلبز هكا. على هذه بداو تحلوا فيه غير بالمغرف، والنار تكون زايده البنات، ما تكونوش منقصين للنار باش ما يطلقش كامل هذاك الماء ومن بعد يقعد يابس لكم البنات. هنايا ما زدت له والو البنات، زدت غير سكرجبير وشويه حرور وشويه ملح. هذا مكان كيما راكم تشوفوا. راني نحل فيه بالمغرف كيما راكم تشوفوا هكا نحل فيه باش ما يقعدليش هكا مكربس كيما قلت لكم. وفي نفس الوقت راني زايده للنار البنات، وغادي بالخف يطيب لكم، ما تقولوش ما غاديش يطيب ولا حاجه، غادي يطيب نورمال البنات. المهم ما غاديش يخرج هذاك الماء اللي من بعد غادي يقعد طري. هنا البنات من بعد من يتقلى لي مليح كاع كيما راكم تشوفوا، انا بجهه راني خادمه البيشاميل البنات، والبيشاميل مكاش لي ما يعرفش يخدمها. المهم راني خادمه البيشاميل كيما راكم تشوفوا، غادي نضيفها عليه. البيشاميل هنا انا متقلتها البنات، مانيش مخليتها خفيفه ولا حاجه، على خاطر انا ما غاديش نخليها تزيد تطيب وكاع، يعني خلطها شويه ونزيد لها الفرماج رابي. نتوما ديروا اي فرماج يكون عندكم، ولا ما بغيتوش ديروا فرماج رابي حتى من بعد من تبغوا كلي تبغي حتى من تبدا تعمر في البوراك تزيد الفرماج، هذا حاجه اختياريه البنات. انا المهم زدت لها هنايا كيما راكم تشوفوا، غادي نخلطها غير هكا بقدر اللي تدخل فيها هذيك البيشاميل في الدجاج، وغادي نزيد فرماج رابي البنات. هنايا هذا الفرماج شريته بذوق الشيدر، غادي نزيده البنات ونخليه نطفي عليه ونخليه بجهه البنات حتى يبرد. من بعد في الحشو البنات غادي ندير هذا اللحم ونزيد له في فرماج هذاك تاع البيدو. انا اللي عندها شيدر ولا اللي تكون شريته تضيفها في الداخل، اللي ما عندهاش تضيف اي فرماج يكون عندها، اللي الفرماج اللي تكوني باغيته. ما كانش عندك كاع ما تضيفي حتى حاجه، يعني هذا الدجاج كيما راكم تشوفوا بالبيشاميل وغادي يجيكم روعه، يعني بلا ما تزيدوا له حتى حاجه. بصح انا من عندي هذاك الفرماج دايب تاع البيدو كاع، على هذه زدت له زعما في الوسط باش من تحلوا الحبه تلقاو الفرماج الداخل. المهم البنات من بعد غادي من نطيبه كاع غادي تشوفوه. هنا جيت بنطيب الزيتون البنات، طاجين الزيتون. راني فرحانه بزاف على خاطر غادي نطيب فيه هذا تاع الفخار. ما نكذبش عليكم الماكله تاعو تجي بنينه تاع بصح، وما تقووا فيه لا ما لا والو، يتقل لكم الماكله وفي نفس الوقت كيما يقول لك صحيه البنات. المهم هنا ما يحرق ما يلصق ما والو. كيما راكم تشوفوا درت شويه زيت شويه زبده ودرت البصل قليته غير شويه يعني هكا، ودرت الدجاج البنات. هنا كانوا عندي زوج تاع ليكويس درتهم، درت غير قرصه تاع ملح على الدجاج باش ما يجينيش صامت. هذا مكان درت سكرجبير وغادي ندير شويه كركم وشويه ملح. هذا مكان البنات، وغادي نخليه يتقلى وحده، ما نزيد له لا ملح حتى حاجه، يتقلى كيما راكم تشوفوا، يعني نبلع عليه ونخليه يتقلى. دوك يطلق غير روحو يطلق الماء. اصلا من تبلعوا عليه هذاك الفخار تنقصوا له وتبلعوا عليه، يعني ما غاديش يحرق ولا يلصق ولا ينشف ولا حاجه. كيما راكم تشوفوا كيما هكا خليته تقلى وزعما تقلى على حاله. غادي نزيد ثاني زعما نقليه مليح هكا على جهه الزوجه، ومن بعد غادي نزيد ندير له شويه طوماطيس تاع القوط، يعني شويه هذيك الطوماطيس مصبره. اللي ما تبغي المرقه بيضاء ما تزيد لا طوماطيس لا والو. انا المهم زدت لها شويه. وغادي ندير الزيتون تاعي وندير زروديه كيما راكم تشوفوا، زروديه غير هنا غير حبه غير هكا على جال البنه. اللي تبغي تقطعها دواري اللي ما تبغيش ديرها كل وحده وكيفاش الطياب تاعها. المهم انا غير وريت لكم زعما نهار الاول انا شادرت في رمضان وبغيت نوري لكم زعما في هذا الطاجين تاع الفخار. يعني ما ديروش الماء بزاف وكاع، على خاطر شفت شحال من وحده في الفيسبوك وكاع قالت لهم درت الماء وقعد لي غير هكاك وما جانيش ثقيل وكاع. ما ديروا فيه لا ما ولا والو. شوفوا كيما راكم تشوفوا يعني تقريبا كاس ماشي معمر، كاس درته ماشي معمر، درت غير شويه نعت لكم هنا في الكاس ماشي معمر. درت شويه طوماطيس، انا نبغي المرقه شويه زعما حمراء ماشي صفراء ولا بيضاء.
وغادي ندير هذاك الزيتون كيما راكم تشوفوا. درت غادي الزيتون كاع نديره من الفوق ونبلع عليه ونقص للنار وتخلوه حتى يطيب. دوك الدجاج يطيب يولي زبده الدجاج، ما يقعدش هكا يابس ولا عاصي ولا حاجه. ولا الزيتون تاني غادي يطيب مليح. واللي ما تبغيش الزيتون طايب بزاف تخليه حتى مع شويه وتعاود تقيسه، يعني حتى من يدخل الدجاج طياب تقيسه. انا نبغيه طايب الزيتون. المهم كيما راكم تشوفوا غادي نقص للنار ونخليه يطيب في حاله، حتى من بعد نوريكم كيفاش ولا البنات. المهم هنايا بغيت نوريكم، شوفوا كيفاش المرقه. شوف هذاك الماء اللي طلقته البنات، انا نقول لكم درت غير نص تاع الكاس هذاك تاع الماء، يعني ما درتش كاع كاس كامل. شوفوا الماء اللي طلقته هنا، بغيت غير نعاد لكم ونوري لكم باللي ما تقووش الماء، على خاطر هذا الفخار ما ينشفش، بالعكس من يطيب في هذاك البخار يقعد لداخل ويزيد كي شغل يزيد الماء. المهم البنات خليت هذاك الطاجين يطيب ورميت تاني الحريره البنات تاني هو خليتها تطيب بجهه. البنات الحريره راني دايرتها شحال من خطره وفي شحال من فيديو البنات، غادي نخليكم فيديو تاعها في صندوق الوصف اللي تبغي تروح تشوف كيفاش ندير الحريره البنات. المهم هنا جيت نوري لكم الروز ماسيدوار كيفاش درت له. زعما درت كيما هكا باش ولادي ياكلوه لي، على خاطر كون نحطها لهم هكا روز نورمال وكاع ما غاديش ياكلوه لي. هنا اللي كانت طالعت لي وكانت نفحت لي كنت طايقه، بغيت ندير لهم شويه ديكور كيما راكم تشوفوا. ما كانش عندي زعما باش ندير، درت هذاك الطابع تاع الكاطو. المهم درت الروز من تحت، زدت درت شويه طو وزدت درت الدرا كيما راكم تشوفوا، وعاود درت الروز، درت شويه مايونيز ودرت الزيتون من فوق كحل. ومن بعد غادي نزيد نخدم السلطه وكاع، من بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير. المهم الروز راني دايرت له كاع دايرت له المايونيز ودايرت له هنا الحريره. راني نعت لكم بلي صاي طابت وكملت عليها وغادي طفيت عليها البنات. والبوراك تاني راني تاني عمرته وكاع فاني خليتها بجهه في الفريجيدير باه من يجي الوقت نقليه. المهم هنا البنات من اذن وجدت طابلتي البنات كيما راكم تشوفوا. درت الحيره هاي بينا كيما راكم تشوفوا. الطاجين تاع الزيتون زدت قليت معاه غير شويه بطاطا البنات باش زعما هكا ديك الديكور هكا وخلاص كيما راكم تشوفوا. شوفوا الدجاج كيفاش جا، الزيتون المرقه جات ثقيله بلا ما ديروا له لا فارينه لا مايزينا لا حتى حاجه البنات. المرقه تجي ثقيله وما ينشفش ما ينشف ما والو. هنا بغيت نعت لكم الحيره كيفاش جات البنات. حيره الله بالليم وكاع البنات بالثوم وكاع. والبوراك البنات شوفوا كيفاش يجي البنات جا ما شاء الله البنات. انا نبغي ندير كاع حبه كبيره، ما نبغيش نقسم الحبه، حبه كبيره البنات وتعمرها. شوفوا كيفاش جا البنات من الداخل، ما جا يابس ما جا ناشف، بالبيشاميل يجي ما شاء الله البنات. وهنايا السلطه ماسدوار كيما راكم تشوفوا بحال بغيت نزوق لهم باش ياكلوا وثاني نزوق روحي باش نطيق ناكل، على خاطر انا من يجي وقت الفطور مع العيا ما نطيقش ناكل البنات. يا ربي ناكل شويه حريره وحبه بوراك ونحبس الماكله. المهم كيما راكم تشوفوا هنايا تاني هذا الحميص هذا البنات هذا اللي وريته لكم الخطره اللي فاتت شاريته البنات ما خدمتهش. والحلو تاني شوفوا كيفاش يجي المرقه تاعو لاصوص تاعو تجي ثقيله. المهم خدمت ما شاء الله جا الفطور شباب بزاف. نقولكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، ان شاء الله هذا رمضان يفوت عليكم بالصحه والراحه، وان شاء الله اللي مريض ربي يشافيه وربي يقدرنا ان شاء الله نكملوا هذا رمضان وخلاص. المهم كيما راكم تشوفوا هنايا بديت نفطر انا وولادي البنات، ان شاء الله يكون نهار مقبول ان شاء الله وخلاص البنات. المهم البنات ما تنساونيش بالجيم كومونتير شباب، ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. وما على باليش اسكو نقدر كل يوم نحط لكم فيديو ولا لا على خاطر راني ناعيه بزاف البنات، وكيما قلت لكم مع على راني مريضه وكاع سما دي فوا نطيق نحط دي فوا ما نطيقش نصور وكاع، انا ندير وكاع بصح وليت نعجز باش نصور لكم. المهم البنات تاني الا خرجت ان شاء الله نصور لكم كاش حاجه جديده تاني يحطوها رمضان، كاش جلاليب كاش حاجه ان شاء الله نحط لخواتاتي كاع حتى مشكل. وهنا في السهره البنات كيما راكم تشوفوا حطيت شويه قهوه، حطيت شويه بانان شويه زبيه من دوك اللي شريتها على خاطر ما عطوكش نشري زعما نصنع لهم في الدار هذيك قلب اللوز وكاع. تا الايام اللي جايه ان شاء الله لا كنت طايقه غادي نخدم لهم مع الفلو وخلاص. هذه هي سهرتنا البنات، ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بالجيم كومونتير شباب، وان شاء الله صحه فطوركم وصحه رمضانكم.